ازيكم شباب، عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو بتاع النهارده بنتكلم عن سماعه الكورسير مش كنت اقول كورسير فوي. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ النهارده بنتكلم عن سماعه كورسير اتش اس 80، السماعه الجميله دي. الله، مش عارف ليه هم عاملين الديزاين كده، يعني ليه ما تبانش؟ كده تمام ماشي. دي سماعه كورسير اتش اس 80 ار جي بي يو اس بي. دي سماعه وايرد مش وايرلس. السماعه دي جات لي ببلاش. تعال احكي لكم القصه. تعال اقول لكم ازاي اخدت السماعه دي ببلاش، وسعرها للمعلوميه واصل دلوقتي هنا في مصر في حدود 6000 جنيه. هحكي لكم ايه اللي حصل، يلا بينا. طيب، اولا واول حاجه، اتمنى اي حد موجود في الفيديو لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسانيش بسبسكرايب. حاجه زي دي هتهمني جدا 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 جدا، وهتفرق في الفيديوهات بتاعتي، واحس ان في دعم للحاجه اللي انا بعملها. طيب، اول حاجه سريعا كده، انا كان معايا السماعه الجميله دي كنت جايبها من السعوديه. دي اسمها كورسير فويد ار جي بي اليت. سماعة جميلة جدا، وكانت قضت معايا فترة كويسة جدا. كنت شاريها في 2023، في أواخر 2023 أظن أو 24. السماعة كانت جميلة جدا، وكانت أدائها بالنسبة لي كان ممتاز. ويمكن تكون غير موضوع الأداء كمان، صوتها حلو، الار جي بي بتاعها جميل. آم، طيب، فغير كده كمان، خلينا نرفعها هنا كده، أيوه كده. طيب، غير كده كمان السماعة كانت مريحة، وكان أدائها عظيم معايا. جت في أواخر 24، أو مش أواخر 24 أظن، لأ، في نص 25 بدأ يحصل فيها الصوت بقى فيه حاجة غريبة. اتواصلت مع الشركة وكده، وقلت لهم إن السماعة فيها مشكلة وأنا صانع محتوى وبالفعل ردوا عليا رد جميل جدا كورسير، وظهر عيب كمان بقى في السماعة، وده كان ممكن تكون آه يعني دي النقطة الأساسية اللي أنا بسببها بدلت السماعة، وهو قطع في السلك اللي جاي في السماعة. حصل فيه قطع من هنا اهو، وقطع. هو ما أثرش في الأول في حاجة، لكن بعد كده بدأ يبان على السماعة تشويشات. أول ما أفتح البي سي مثلا، الصوت غريب، حاجات من دي. المايك مش أحسن حاجة. بعد فترة يعني هي قعدت معايا كتير الصراحة، وكانت سماعة جميلة. طيب، ايه اللي تم بعد كده؟ بعت لهم ايميل، وكان ردهم جميل جدا بصراحة. قالوا لي احنا بس عايزين منك الفاتورة واسمه ايه ده، وتصور لنا الكرتونة، والدنيا هتبقى تمام. فانا اقتنعت بصراحة، والكلام كان جميل جدا وكان عاجبني. قلت لهم مفيش مشكلة. انا كده كده، بس هي المشكلة ان الفاتورة مش معايا، لان انا شاريها من امازون السعودية، وده مش ما كانش اكونت الشخصي، كان اكونت صديق ليا هناك. قالوا لي لو عرفت تجيب الفاتورة يا ريت، هتفيدنا قوي عشان نعرف المدة اللي انت استخدمت فيها السماعة قد ايه، عشان نعرف انت في فترة الضمان ولا لا. والحمد لله، ودي حاجة مهمة قوي 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 لازم نبقى عارفينها. حاجة جات لك هدية او ما جاتلكش هدية، لازم يبقى معاك الفاتورة. فانا جيت بعد كده، بالفعل دخلت على الاكونت بتاع صاحبي، واخدت الفاتورة وبعتها لهم، وبعت لهم سيريال نمبر للكرتونة. تمام. قالوا لي احنا عايزين السيريال نمبر، وبالفعل قالوا لي انت فاليد للورنتي، او تقدر تخش في الورنتي او الضمان، والفتره لسه شغاله وانت مسموح لك وكنت بصراحه مبسوط جدا من النقطه دي. معلش، في لون بنفسجي فوق على الشمال غريب جدا، وسامحونا على الدربكه اللي في الظهر دي. طيب، فالمهم بعد كده الموضوع مشي جميل جدا، وقالوا لي طيب ادينا بس يوم او اتنين، انت كده في فتره الضمان وتقدر تخش في الضمان، والدنيا جميله وحاجة كويسة جدا، ونقدر نغير لك السماعة. وكنت مبسوط جدا بالرياكت بتاعهم او رد فعلهم، وكانت حاجة حلوة جدا. جم ردوا عليا وقالوا لي هنديك السماعة دي ال HS 80. وكانت حاجة يعني سماعة انا شايفها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، غير الريفيوز اللي عليها، غير دولبي اتموس اللي هي مدعومة منه، غير. طيب، فجيت بعد كده قلت لهم تمام جميل، إيه اللي المفروض اعمله بعد كده؟ جم هم بعتولي على على الايميل، وضحوا لي نقطة. قالوا لي بص، احنا هنبعت لك حاجة حلوة قوي، احنا هنبعت لك ستيكر وورقة
وورقة تطبعها 3 مرات والستيكر تطبعه مرة، الورقة اللي هنبعتها لك 3 مرات دي هتمضي عليها باسمك، والستيكر ده هتلزقه على الكرتونة، والورقة اللي انت صورتها وكتبت عليها ومضيت عليها 3 مرات هتحطها في ظرف جوه اسمه ده على الكرتونة وتشحنها لنا. يعني هشحن لهم السماعة اللي انا بستخدمها حاليا، اللي هي الفويد دي، هشحنها لهم. هم في هولندا، كورسير هولندا، هشحنها لهم وهم يستلموها ويعينوها. مجرد معاينة، انت كده كده اكسبتد خلاص، ويعينوها ويبعتوا لي دي. ف صراحة هي نقطة مش رخمة قوي، لكن نقطة يعني ما معيش غيرها السماعة. فحاولت من هنا لهنا، قالوا لي احنا بص احنا هنشيل تكلفة الشحن والموضوع كله هياخد 10 ايام وتوصل لك السماعة في خلال اول ما توصل لنا السماعة على طول هنبعت لك البديلة، ما تقلقش ومفيش مشكلة و قلت لهم حاولوا بأي طريقة. راحوا قالوا لي بص الموضوع سهل وما تقلق، فقالوا لي روح UPS و... واشحن السماعة القديمة اللي هي دي، اشحنها و... وغلفها وغلفها وابعتها، وبعد كده اول ما تبعت قول لنا. وبالفعل خدت الكرتونة وخدت الورق وصورته ومضيت عليه وخدت الستيكر بتاع الشحن وغلفته بيه ورحت UPS. وهنا حصلت حركة ممكن تكون بايخة شوية، معرفش، حسيت UPS بيتعامل معايا معاملة غريبة شوية. اول ما دخلت عليهم ومعايا الكرتونة ومعايا الستيكر ومعايا كل حاجة ولازقه وكل الدنيا تمام ومعايا الورق، يعني زي ما هما كانوا كاتبين لي في الايميل ان نقطة الورق دي هتبقى معتمد عليهم، يعني هما مش نقطة الورق معتمد عليهم، في ظرف هيتحط فيه الورق، هما هيدهوني ويكيسوا العلبة. فقلت كويس، قلت جميل، فكرة كويسة تمام مش عارف ايه. رحت هناك، راح قال لي لا، قال لي انت هتدفع فلوس. طب ازاي يا جدعان؟ الستيكر بتاع الشحن اللي انا كنت لازقه هنا اهو، الناس قايلين لي ان هو مدفوع قيمة كامل. قالوا لي لا، قالوا لي احنا ما نعرفش الكلام ده وانت لازم تدفع لنا الشحنة طب يا جدعان، من هنا لهنا مفيش امل نهائي. رحت اخدت السماعة وروحت البيت، ورحت كلمت كورسير، يا كورسير حصل واحد اتنين تلاتة، وهنا اسمه ايه ده UPS مصر مش يعني هم مش ممكن ما يكونوش مش احترافيين قوي، لكن هم الموضوع عندهم مش فاليد قوي او مش مسموح قوي، والدنيا هنا مش احسن حاجه عشان موضوع الدولار وكده. فانا برضو ما قلت ان UPS ما عليهاش عيب او حاجه. وكورسير على فكره اتاحت لي نقطه كويسه، قالت لي بما انك بتستخدم السماعه في الاستريمات والفيديو وكل الكلام ده، قالوا لي انت ممكن تدفع قيمه السماعه دي كامله من غير ما تشحن التانية دي، بس في المقابل عشان توصلك دي بسرعة، والتانية دي على ما تشحنها براحتك نرجع لك الفلوس تاني. قلت لهم احنا عندنا هنا في مصر مشكلة كبيرة الا وهي الدفع بالدولار، كلنا عارفين طبعا الموضوع ده، ان لازم تدفع بفيزة مشتريات، والقصة دي كبيرة جدا ومش اي حد بيبقى معاه الفيز دي. طيب من هنا لهنا ايه اللي تم؟ في الاخر خالص رحت كلمتهم مرة واتنين وتلاتة وقلت لهم الموضوع كده مش في ايدي، وUPS مصر مش هتسمح لي بحاجة زي دي، واحنا هنا في مصر عندنا مشكلة في مع موضوع الدولار، يعني الموضوع مش حاجة سهلة. فراحوا قالوا لي بص احنا هنعمل معاك حاجة جميلة اوي، احنا ممكن ما تشحنلناش السماعة وهنبعت لك سماعة تانية اسمها HS50. دخلت ابص عليها في الويب سايت، سعرها سيء جدا، وغير سعرها خامتها سيئة، مش خامتها سيئة، سماعة عادية، سماعة 3.5 عادية. فاللي هي يعني انا ما كسبتش حاجة، بدلت سماعة كانت كويسة معايا بس باظت بسماعة سيئة، سماعة انا ما اقدرش استخدمها في الاستريمات كل يوم والكلام ده. فرحت قلت لهم لا السماعة دي سيئة وانتوا كنتوا قايلين لي على HS80. ف من هنا لهنا وبرضه كلام كتير، بس مش كتير قوي بصراحة، ايميل او اتنين، راح شخص شغال في كورسير قال لي احنا هنتجاوز موضوع القوانين والاساسيات اللي احنا ماشيين عليها المرة دي، بس بمقابل ان انت تغير السماعة، وعشان عارفين ان الموضوع يعني هم بصراحة كويسين جدا في النقطة دي، عشان عارفين ان انت الموضوع مؤثر معاك وبتستخدم السماعة كل يوم،
فاحنا ممكن نعدي جزئية القوانين الرسمية ان انت لازم تبعت السماعة عشان ابعت لك ال HS80. وراحوا السماعة دي راح قال لي بص انا عايزك تكتب الكلام اللي انت كاتبه هنا ده: OOW و MK. MK ده اول حرفين من اسمي او اسمي واسم العائلة، و OOW out of warranty يعني طلع بره الضمان، وشخبط على اي سيريال نمبر موجود وصور الكرتونة وبعتها لنا. فقلت لهم مفيش مشكلة هعمل كده. وبالفعل اول ما صورت لهم دي راح على طول في شخص اسمه جونسون هناك او حاجة كده. اول ما بعت له الصورة قال لي خلاص انا بالفعل شحنت لك السماعة كورسير فويد RGB، الكورسير ال HS80 ال RGB ال USB، شحنها لك بالفعل، وهتاخد في خلال اسبوع بالكتير قوي وتجيلك. بصراحة انا كنت مبسوط جدا. قعدت اقول يا رب تيجي بالسلامة الحاجة من غير ما يحصل فيها اي مشاكل. وبالفعل استنيت فترة كده ويو بي اس كلمتني في التليفون: ايه اخبار حضرتك؟ معانا شحنة من هولندا من شركة كورسير جاية لحضرتك وباسمك حضرتك متواجد للاستلام؟ قلت له متواجد. جميلة جدا 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 جدا. ان شاء الله في الجزء الجاي، انا طبعا لسه ده اول اسبوع استخدم فيه السماعه، فانا ما اقدرش اعمل فيه حاجه، هو مجرد الفيديو هيبقى انبوكسنج. هيكون ظاهر لكم طبعا، هكون بمنتجه حاليا وظاهر لكم. هيكون انبوكسنج، وبنسبه كبيره لو حابين تعرفوا رأيي عن السماعه اكتر واتكلم لكم عن المايك اللي فيها والسوفت وير وادائها عامل ازاي معايا، لان هي اول اسبوع معايا فما اقدرش احكم عليها بصراحه وما اقدرش اقول اي حاجه. لكن الانطباع الاول بعد اول اسبوع انا اقدر اقول لكم السماعه دي ممتازه جدا جدا جدا. لو انت معاك الميزانيه اصبر اسبوع، او اصبر اسبوع بالظبط او اكتر، لان انا على ما انزل الفيديو ده هيكون عدى على السماعه مع مده اطول. هعمل لك ريفيو كامل على السماعه، لان هي بصراحه من اول ما خدتها اول انطباع واخده عنها سماعه جميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكون التجربه دي يعني افادتكم ان جزئيه الضمان وجزئيه الورنتي والحاجات دي هو مش موضوع صعب ولا معضله، ولا ان عشان الشركه مش موجوده في مصر فده معناه ان انت الحاجه بتاعتك دي ملهاش قيمه، او خلاص انت جبت حاجه بجنيه فهي عشان مش موجوده في مصر او ما عندهاش اساس في مصر فهي خلاص كده الحاجه دي انت ترميها في الزباله. لا، كورسير شركة من الشركات الكبيرة. المنتج بتاعها برضو ممكن يكون غالي شوية، لكن ان هو يعوضني بسماعة اغلى من اللي كانت معايا. سعر السماعة الفويد RGB كان في وقتها في حدود ال80 أو 70 دولار، وكان الدولار في حدود ال35 أظن. كنت جايبها بالريال، كان الريال ب8 جنيه، وكان السماعة واقفة عليا ب1500 جنيه. فيعتبر سماعة كويسة. لما أنا بقى أجيب سماعة تانية سعرها 109 أو 110 دولار، بما يعادل هنا في حدود ال6000 جنيه طبعا هنا في السوق المصري، فيعتبر انت عملت نطة كبيرة قوي وحاجة كبيرة جدا. فيا رب تكون التجربة دي عجبتكم وتكونوا استفدتوا حاجة. وان شاء الله اعملوا لي لايك واكتبوا لي كومنت لو انتم مستنيين مراجعة عن السماعة، وقريب قوي هعمل كده. شكرا لكم جدا، ويا رب تكونوا انبسطتوا. افتكرونا بالاشتراك يا جماعة. شكرا.